يقول هذا؟ ما أول شيء عرف بدينك وكذا. جيسوس المسيحي. كنيستك؟ أرثوذكس. أي. ما هو سؤالك؟ كيف تفسر قيامة المسيح من الموت؟ كيف تفسر قيامة المسيح من الموت؟ إله قام من الأموات وجاي تطلب تفسير؟ شكرا لك. إله قام من الأموات، هذا اعتقادك. إله ما قام من الأموات، هي تحتاج تفسير. هذا اللي أنت حكيته بلسانك. شو اللي حكيته بلساني؟ أنا طلبت منك تفسر لي. هذا مطرشق هذا ولا شنو هذا؟ لا ما تحترم حالك، أنا طلبت منك تفسر لي بس لحتى تضلني محترمك. شو فسر لك؟ أو أفسر لك نزلني. ماذا بالضبط؟ فسر لك الشيخ فسر لك بالنصرانية يا جيسوس. يعني تخيلوا نصراني جاي يسأل عن إلهه الذي ما قام من الأموات. تفسير ماذا الذي تريده يعني؟ والله تفسير ماذا الذي تريده؟ تؤمن بإله قام من الأموات؟ هو الموضوع هذا محتاج تفسير؟ هذا محتاج مستشفى مجانين، مش محتاج تفسير. دور لك على شيء قسم، أعلى قسم في مستشفى المجانين واجلس لك فيه فترة. يعني تؤمن بعقيدة إله قام من الأموات، أنت محتاج لك مستشفى مجانين، مش محتاج لك واحد يفسر لك. لا، وكل ثقة، شكرا لك اعترفت. اعترفت بشيخ. مو ناقصنا يا شيخ غير واحد بيعبد ثلاثة يقول لك احترم حالك. يا تعبد ثلاثة، انت روحوا احترموا حالكم، احترموا الاله عندكم اللي الله المستعان. تفضل يا اخي مين. نعم، هو اعتقد انه الشيخ اعترف له واعتقد ان هذا انتصار له. الله قسما بالله مسخرة والله العظيم. يا جيسوس اسمع مني بس، انتم في الكنيسة الأرثوذكسية تقولون ترنيمة، تقولون آمين 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 بموتك يا رب نبشر، صح؟ فيني أحكي. أوكي، أنا كنت محتاج تفسيرك، أنا تفسيري بعرفه الصراحة، ما تمام محتاج تمام، خليك من تفسيري بس. أنا سألتك خليك من تفسيري. تفسيرك أنت، أنا من ناحيتك. خليك من تفسيري، أنا لا أؤمن بكل هذا أصلا. سؤالي لك، أنتم عندكم ترنيمة في الكنيسة الأرثوذكسية تقولون آمين آمين بموتك يا رب نبشر، صح ولا لا؟ ما معنى هذه الترنيمة؟ اشرح للناس كيف تبشر بموت الرب عندكم. يلا يلا يا جيسوس. نحن نبشر بقيامة المسيح من بين الأموات، اللي هو اللي هو من المسيح، اللي هو الإله عندك، صح؟ قيامته، ما في نبي تاني قدر يقوم من الأموات. هو المسيح نبي ولا إله؟ ماتوا. المسيح نبي ولا إله عندك؟ المسيح إله طبعا. طيب ليش تقارنه بأنبياء؟ شفت؟ سبحان الله. شوف يا جيسوس، الكافر لازم تزلق منه وتطلع منه كلمة تبين انه هو على باطل. شفت انت كيف قارنت يسوع المسيح بالأنبياء؟ لأنك عارف في قرارة نفسك مش إله، تعرف انه هو نبي. حلو، ضحكتك حلو. يا الله. أنا هاي بس تفسيرك لك على سؤالي. طيب شو سؤالك؟ نفسه الأول ما في غيره. كيف تفسر قيامة المسيح من الأموات؟ وما الدليل على قيامته أصلا حتى نفسرها؟ ما الدليل أنه قام؟ أين الدليل؟ أين الدليل أنه مات وقام أصلا؟ هذا يعني مركز إيماننا كلياتنا المسيحية أنه قام المسيح. ما الدليل على ذلك؟ ما له علاقة بإيمانك، أعطيني الدليل على ذلك. ظهر لكل العالم بوقت. وين ظهر لكل العالم؟ أنا ما ظهر ليش، أنا ما شفتش. بلكي كنت نايم. أنا ما ظهر ليش. أنت كنت بوقت الحادثة يعني؟ كنت صاحي. أنت كنت بوقت الحادثة موجود؟ اللي ما ظهر ليش ظهر للعالم اللي كانت موجودة هنيك بهذاك الوقت. من هم العالم هؤلاء؟ التلاميذ ال 12 ال 11. أعطيني دليلا أن واحد من التلاميذ رأى قيامته. موجودة بالإنجيل كل التلاميذ. وين بالضبط؟ يلا أعطيني النص. بإنجيل متى، بإنجيل يوحنا. أعطيني النص تحديدا. أعطيني النص تحديدا، ما تعطينيش كلام عام هكذا. بدون نص، أنا عم باخذ بعطي معك. بدون نص يعني. أنت قاعد ما هذا، أنت مش في كنيسة، أنت مع مسلم. المسلم. طيب ما أنا بدي أفهم وجهة نظرك، أنت تلف وتدور. اسمعني، دعك من وجهة نظري ولا وجهة حتى المسلم بالدليل والبرهان معه. ما فيش تتورط حتتورط. أنت في الكنيسة ممكن لما تكلمهم في الكنيسة يردوا عليك آمين آمين يا أبونا أو آمين يا فلان، يصدقوك مباشرة. لا، نحن هنا بالدليل والبرهان. هات لي دليل من كتابك، بنص من كتابك أو أي إنجيل من الأناجيل أن التلاميذ رأوا قيامة المسيح. هذا وظهر لهم في العلية من جديد، ظهر لجميع تلاميذه. يا أستاذ السؤال واضح يا جيسوس. إيه بدك أقوم أجيب لك الإنجيل أنا أقرأ لك منه. قوم وجيب النص يلا. طيب أوكي. مش مستعد الآن؟ لا. أنا كان عندي سؤال لك صراحة. وأنا جاوبتك اسمع إجابتك. أنا جاوبتك من وجهة نظرك أنت كمسلم. أنا جاوبتك على السؤال. شيخ كيف تفسر قيامة المسيح من ما مش مؤمن بيها ومش صحيح. صحيح. ما معترف من الموضوع كلياته.
يا جيسوس هي مش صحيحة حتى أفسرها. لماذا أفسر شيئا ليس صحيحا؟ هات الدليل إن هي طيب. حدثت. هات الدليل إن هي حدثت. سؤال، اوكي شيلك من الدليل. سؤال، انا كيف فيني كمان لا مش هشيلك، لا لا لا، وين شيلك؟ هو دخول الحمام بدي افهمك انا بدي يا افهمك، جيسوس. ما بدي افهم. جيسوس. طيب راح اجيب لك جيسوس. النص، استنى. اهدأ. دخول الحمام مش زي خروجه. انت دخلت كيفك، فخروجك بكيفي. هات دليل على قيامة المسيح. يلا يا جيسوس اعطينا دليلا على قيامة المسيح المزعومة. اصبر علي شوي، بتطلع لك اياها، خلي عندك. طيب نقرأ نشيد الإنشاد لعل ما تطلع النص، ايش رايك؟ بس اللي بدي اعرفه منك انه كيف ممكن انا اصدق حدا اجى بعد 500 سنه من الحادثه. وانت كيف تصدق حادثة قيامة المسيح المزعومة وما فيش حد شاهد عيان كتبها اصلا؟ وهدول ال 12 كلياتهم شو كمان؟ ما فيش واحد منهم شاف الحادثة. هات لي الدليل، ما نحن قاعدين نطالبك بالدليل. اعطيني واحد شاهد عيان شاف حادثة المسيح انه يقوم من الاموات كما تزعمون. من كاتب انجيل يوحنا يا جيسوس؟ عفوا انجيل لوقا. طيب لوقا ليس من تلاميذ المسيح يا جيسوس، تلميذ لبولس لوقا. كل عام وانت بخير. شكرا لمعلوماتك والله. ايه دي معلومة والله. ايه نعم. انا احب اطلع ناقشك، بس تعرف شو مشكلتي معك؟ انه عندك اول ما فوت لعندك دغري بتعطيني 9 اسئله، بحس حالي فايت على امتحان، تسلمني الورق اللي عود جاوب. ما لاني انا مدرس لعلمك، انا مدرس إيه. فمتعود على هذا. يا ما بحسك رح تطلع المسطره تقول لي ارفع ايدك شوي. اتوقع اتوقع. إيه يلا ما نروح كثير شاطر انا. طيب يلا نشوفك تلميذ شاطر يسوع يقوم ولا من بين فاشل. الاموات. طيب إيه. اعطيني من وقتك اياه. ثم في اول الاسبوع اول الفجر. انت تقرا من اي انجيل بالضبط؟ تقرا من اي انجيل؟ انجيل لوقا 24. يا عزيزي لوقا لا يستدل به، لان انجيل لوقا ليس تلميذا للمسيح، لوقا تلميذ لبولس، فهو ليس شاهد عيان للحادثة. نحن نطالبك بشاهد عيان للحادثة. يوحنا ولا يوحنا ثابت ان كاتبه يوحنا اصلا. مين هي الشاهد؟ اعطيني اسم شاهد مقبول لاجيب لك اياه. ما فيش امال ناطر مني ايه لك؟ انا فيش بتقول لي وبتخليني ادور على تدوم الضحكه الحلوه هذه. حنضحكك كثير ان شاء الله اليوم. خليني اعطيك هذه المعلومه. الاناجيل الاربعه ليس معروفا من كاتبها، وهذا باعتراف علماء النصارى نفسهم. نبدا لك بانجيل يوحنا مع انه هو الانجيل الرابع، بس نبدا به هو. انجيل يوحنا قال عنه القس فهيم عزيز في كتابه مدخل إلى العهد الجديد، يقول بالنص: كاتب إنجيل يوحنا لا يعلمه إلا الله. فيش حد يعرف من كاتب هذا الإنجيل. أوهموك أن يوحنا هو كاتبه. لا تملكون دليلا واحدا أن يوحنا هو كاتب إنجيل يوحنا. بس وعلى فكرة كل الأناجيل الأربعة. طيب ممكن تسألني الآن تقول لي كيف يعني يوحنا مش كاتب إنجيل يوحنا وهو اسمه إنجيل يوحنا؟ هذه التسميات جاءت متأخرة، يعني عشان الكنيسة ما تخليش هذه الكتب بلا اسم، فحطت يعني يوحنا متى لوقا مرقس. يعني زي مع احترامي لك زي واحد الذي ليس له أب ولا يعرف له أب، تمام؟ يعني حفاظا على مشاعره فنقول فلان ابن عبد الرحمن مثلا، مع أنه أبوه أكيد حيكون عبد للرحمن بس هو ما نعرفش من أبوه، تمام؟ أو مثلا فلان نقول ابن عبد الله أو ابن عبد الرحيم. في المحاكم هكذا يفعلون مع الذين ليس لهم أنساب كي لا يبقون بلا اسم هكذا. طبعا هذا والله مش للسخرية بس لتقريب الصورة. فالكنيسة لأن هذه الكتب اللي هي الأناجيل الأربعة هذه لا يعرف من كاتبها، فهكذا حطوا أسماء لكي لا تكون بلا أسماء هذه الكتب. لكن الكنيسة نفسها وعلماء النصارى نفسهم معترفين إن ما فيش دليل على الإطلاق على من كاتب هذه الأناجيل. هات لي دليل أن يوحنا هو كاتبه يوحنا. أنا أتيتك بالمصدر. القس فهيم عزيز في كتابه مدخل إلى العهد الجديد في مقدمة إنجيل يوحنا قال بالحرف: لا أحد يعلم كاتب إنجيل يوحنا إلا الله. مجهول كاتبه، ليس معروفا. يعني هذا أنا إذا بدي أوقف قدامك كمراية مثلا يقول لك أثبت لي إنه نزل الوحي على محمد. أول شيء ما تقولش محمد هنا، تقول رسول الإسلام، ممنوع هنا. مو اسمه محمد؟ لا اسمه، لكن لا تقول هنا اسمه مجردا، تقول رسول الإسلام ولا ننهي الحوار. هذا بالنسبة لي، ما أنت بالنسبة لك شيء، أنا بالنسبة لي شيء ثاني. يعني قلت لك هنا ممنوع ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا. المسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير المسلم يقول رسول الإسلام. أنا بس ما فيني أجبرك تقول إنه يا جيسوس أنت في بث إسلامي وجب عليك تقول رسول الإسلام. خلاص أنت في بث إسلامي يعني هيك فوجب عليك تقول رسول الإسلام. نحن المسلمين لا نقول محمد مجرد، بل نقول محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنت لا تؤمن به كرسول فوجب عليك تقول رسول الإسلام.
بس انتوا تقولوا عيسى ونحن اصلا ما عنا عيسى، نحن عنا المسيح. قولوا عيسى رسول الله. بس نحن عنا يسوع المسيح ابن الله الحي. مش موضوعنا من يسوع من عيسى. أنا قلت لك لا يقال اسم عم النبي لك صلى الله انا عليه وسلم مجردا. اوكي انا فاهمك، بس انا عم اقول لك انه انا عندي وجهة نظري، انت عندك وجهة نظر. وجهة نظرك هذه تحتفظ بها بابا وتحطها في جيبك